وادي طاقية النبر، وتعالى نشوف الدنيا رايحة بينا على فين يا بطل. عارف عزيزي النصراوي هتقول لي يا اخي اطفش يا ابني اصبر بس، يعني انت مستعجل اسلك. زي ما قلت لكم من خسر الهلال غصب عنك تلقائيا بتلاقي وشك بيضحك لوحده. شوف يا سيطرة، قعدت ادور على المعلم جيسوس، ادور عليه فين وفين، لقيته داخل المستودع عمال يدور على بروجيكتور. بقول لك الايباد مش نافع معايا، انا راح اجيب شاشة عرض عشان احطها عشان اقول نحر الهلال. اسف عزيزي النصراوي، ده حين الهلال يا جدعان لازم ناخد بالنا ان هيبدا ينافس القادسيه وينافسنا على المركز الثاني والثاني. بتقولوا كام النتيجه يا ولاد؟ 4-1 للقتاوي. ولا يا ليتي ايه هو الاداء ده يا ليتي؟ ايش الاداء ده مع الرأفة؟ المباراه كانت ممكن تخسر 5-6. ده حين يا جدعان لازم ننافس بكل قوه زميلنا الهلالي والقادساوي في موضوع الثالث والرابع والثاني والحاجات دي. اما الوضع القتاوي خلاص منفرد بالصداره. قولوا لي بقى كده الفرق بين الهلال والقادسيه كام نقطه؟ نقطة واحدة. يا رباه لو كنا فزنا عليه اتفاق، الله يصلحك يا سعد يا شهري، لو كنا فزنا كان زمان فرق نقطة. يلا قدر الله ما شاء فعل. السؤال اللي بيدور في ذهنك عزيزي النصراوي، هل للنصر تنافسية على الدوري؟ اعتقد صعبة جدا، لان الفرق بيننا وبين الاتحاد 11 نقطة، لكن عادي جدا ان احنا نطلع وصيف دوري، سهلة جدا. نفوز على ولا طقطق ده يستكن خالص، واحتمال استشعر ان المركز الثاني احتمال ينافس الاهلي والشباب، لان الوضع عنده غريب. بالنسبه لي انا كنصراوي لما جيت الاعب الايتي فاز عليا 2-1 في الدقيقه 94 بطلوع الروح بهدف حظيظي، وانظلمت في المباراه دي باكتر من كذا خطا تحكيم، والا كان زماني يا متعادل يا فايز على الاتحاد، لكن خسرت في الدقيقه 94 وطلعت شمت فيا يا الازرق. انت النهارده بتنجلد 4-1 من الايت بالرأس. هتقول لي المفروض يا ابو العز ان كان يبقى خصوصي لله لو تعالى. يا حبيب قلبي كل ما يحدث لك هو خير، يمكن الله ارادها كده عشان يصفي ذهننا اسيا ونروح هناك نركز في اسيا. اسيا يا واد 5 مباريات استقلال ذهاب وعوده، ودي سهله معانا ان شاء الله نفوز بيها، يتبقى لنا 3 مباريات، مباراه من مره واحده، مفيش ذهاب واياب. يعني موضوع اذا لم تحرك فيك المقاطع المنتشره فازانا في هلاليه، مفيش الكلام ده، مفيش، هي شك الدبوس. يعني بعد استقلال 3 مباريات ناخد دوري ابطال اسيا. الحين يا جدعان اقفل معاكم الفيديو، لا تنسونا من اللايك والفولو والشير، وراح اشوف المعلم جيسوس، لان احتمال يكون بيحضر بيان قد كده على الطلبات، بيان يتقاس بالمتر، بيان كبير وبروجيكتور وبتاع، فلازم نروح نشوف الاحداث. لا تنسانا عزيزي السيطره من اللايك والفولو والشير يا سيطره.